في قصص غريبة بتحصل في الدنيا. النهاردة هحكي لكم عن شاب ألماني اسمه لاريس ماتانك. شاب طبيعي جدا، رياضي بشوش محب للحياة، لكن في يوم اختفى فجأة قدام الكاميرات، ولحد النهاردة محدش يعرف عنه أي حاجة. بدأت القصة في الصيف 2014. لاريس كان عنده 28 سنة، وقرر يسافر رحلة مع أصحابه لبلد اسمها فارنا في بلغاريا. شمس، بحر، مصايف، يعني رحلة راحة قبل ما يرجع شغله. كل حاجة كانت تمام لحد آخر يوم في الرحلة. في اليوم ده حصلت خناقة بينه وبين مجموعة شباب من المنطقة، واتصاب إصابة بسيطة في ودنه. الدكتور قال له ما تسافرش بالطيران دلوقتي، ضغط الطيارة ممكن يبوظ ودنك. فقرر يكمل يومين لحد ما يتحسن، وساعتها كل حاجة بدأت تتقلب. دارس فضل لوحده في الفندق بعد ما أصحابه سافروا. بدأ يتصرف بغرابة، بعت لأمه رسالة بيقول فيها: ماما، في ناس بتلحقني، خبي لي حاجتي وما تكلميش الشرطة. أمها اتصدمت، لكن قالت يمكن متوتر أو تعبان من العلاج. في الليلة دي الجيران في الأوضة اللي جنبه قالوا إن هم سمعوه وهو بيتكلم في نفسه، وبيقول حاجات زي هم هنا محدش يكلمني، هم عايزين يقتلوني. تاني يوم راح للدكتور عشان يطمن على ودنه، وقال له كل حاجة تمام، ممكن تسافر النهاردة. راح المطار، دخل أوضة الكشف اللي بتكون قبل البوردنج، وبعدها فجأة خرج جري من الأوضة وهو مرعوب. كاميرات المراقبة صورته وهو بيجري حافي من غير شنط، عدى البوابة، جري ناحية سور المطار وعداه فعلا. بعدها دخل الغابة اللي ورا المطار، ومن ساعتها اختفى. الشرطة لقت شنطته، الباسبور بتاعه، الموبايل وفلوسه وكل حاجته، بس مفيش أثر للارس. اتعملت حملات بحث، كلاب بوليسية، طيران، بس مفيش ولا حتى أثر بسيط لوجوده. في ناس قالت إن كان عنده اضطراب نفسي بسبب الأدوية أو الصدمة، وناس قالت إنه اتخطف، وفي اللي قال إنه شاف حاجة خطيرة وكان بيهرب من حد فعلا. لحد النهاردة بعد أكتر من 10 سنين محدش راح فين. هما لسه مستنية يرن باب البيت في أي وقت. بتقول بحلم بيه كل ليلة، بحس إنه لسه عايش، والناس كلها بتسأل نفس السؤال: هو فعلا كان بيتهيأله؟ هو جري ليه كده؟ ولولا كان بيهرب من إيه؟ القصة دي بتفكرنا إن الخوف ساعات بيبقى حقيقة، وممكن يكون أقوى من المنطق. ومهما نحاول نفسر، في حاجات في الدنيا ملهاش تفسير. قولولي يا جماعة في الكومنتات، انتوا شايفين ايه حصل للارس؟ اتخطف ولا فعلا فقد السيطرة على نفسه؟ استنى رأيكم.